هل الاس اس دي بيزود الاف بي اس في الالعاب؟ استنى قبل ما اجاوبك، دي سلسله صح ولا غلط. لو ركبت الاس اس دي مكان الهارد العادي، هل الفريمات في الالعاب هتزيد فعلا؟ للاسف الاجابه هتفاجئ ناس كتير. الاجابه المباشره هي غلط. الاول انت لازم تعرف يعني ايه اف بي اس. الاف بي اس هو عدد الاطارات اللي الشاشه بتعرضها في الثانيه. كل ما الرقم يزيد ده معناه ان اللعبه بتبقى انعم واستجابتها بتبقى اسرع. مثال سريع، الحركه المقبوله 30 اف بي اس، تجربة سلسة 60 اف بي اس، 120 او 144 اف بي اس، نعومة اعلى خصوصا في الالعاب المنافسة. السؤال بقى، مين المسؤول عن زيادة الاف بي اس؟ كارت الشاشة هو العامل الاساسي، والبروسيسور ليه دور مهم، والرامات لو قليلة ممكن تقلل الاداء. اما الاس اس دي فوظيفته مختلفة تماما. الاس اس دي هيخلي اللعبة تفتح اسرع ويقلل وقت تحميل المراحل. العاب العالم المفتوح زي جي تي اي في، والعاب تانية زي سبايدر مان مارفل 2 اللي اصلا ما ينفعش تلعبها غير على هارد اس اس دي، لكن مش هيزود عدد الفريمات بشكل مباشر. وفي النهايه تبقى المعلومه دي غلط. الاس اس دي بيزود سرعه التحميل مش الاف بي اس. ويلا جاوبني، ايه اكتر حاجه كنت فاكر ان الاس اس دي بيعملها؟ اكتبها في كومنت ويمكن تبقى هي موضوع الحلقه الجايه.